قلت لك خزنيه لسنة قدام ب15 جنيه، بس انتوا ما صدقتوش، اهو دلوقتي غلي ومضطرين تجيبوه. انا بقى عملت ايه؟ تعالى اقول لك انا عملت ايه. بس قبل اي حاجة صلي على الحبيب قلبك يطيب، اعملي لايك، قولي لي رأيك في الكومنتات. البتنجان ب10 وب12، جبت نص كيلو من البتنجان عليه نص كيلو فلفل، او اقل من نص كيلو فلفل ب5 جنيه. غسلت كويس وبشيل جدره الحتة الخضراء بس، ما بقصهاش، بشيلها بايديا كده، ولا بقصها ولا بالسكينة. وهبدأ اشقق البتنجان والفلفل، بس خدي بالك البتنجانية ما تنزليش بيها لتحت، هو يا دوبك شقة كده من النص. والفلفل نفس الكلام، اذا كان حامي او بارد. هنعمل البتنجان المخلل احسن من المطاعم، انضف، مقلي في زيت نضيف، مش شارب حتى زيت. هيبقى صدقيني احسن من اللي انت بتجيبيه. والحكايه دي كلها مش هتكلفك 15 جنيه. يعني هنعمل ب 15 جنيه اكله او صنف تقدري تضيفيه معاكي يعني على اي سفره انت بتعمليها، وان شاء الله هيعجبك. والاهم من كل ده انه انضف وامن واحسن. انا كل الكميه بعد ما غسلتها كويس او ببدا افتحها من النص كده زي ما انت شايفه، وبحط تحتها طبق وبصفيها من اي ميه عشان لما اجي اقليها الزيت ما يطرطش علينا. صلي على الحبيب قلبك يطيب. هسيبها شويه تتصفى. من ناحيه تانية هكون سخنت الزيت، اول ما يسخن هبدا انزل بالفلفل. وانزلي بالفلفل الاول عشان تنكهي الفلفل بالزيت، اسفه، بالطعم السبايسي. ما تقليش البتنجان الاول عشان البتنجان هيسود، هيخلي الزيت لونه يغمق، هيسود كده. طبعا انا بعمل ايه دلوقتي؟ نزلت بالفلفل وهغطيه. من ناحية تانية طلعت البطرمان الدقة بتاعتي، كانوا اخر معلقتين، وطلعت كيس من او برطمان من الفريزر. انا كنت عاملة 4 برطمانات. الفيديو موجود كامل على الصفحة بعنوان خزني لسنة قدام ب15 جنيه. يعني بحسب العنوان ده هتوصلي للي انت عايزاه. طبعا قليت الفلفل الأول وبنزل فيه بالدقة، ولا بقى هفتحه ولا هشربه. هخلص كمية الفلفل. وخدي بالك الفلفل مفهوش روح لو الزيت سخن، يعني هو دقيقتين وتبقى وتطلعيه عشان ما يتحرقش منك وياخد لون مش لطيف. احنا عايزين يبقى شكله شهي احسن من المطاعم. هخلص كل الكميه اللي انا بقليها دي. وطبعا حاطه معلقتين من الدقه في الطاسه او الطبق اللي انا بنزل فيه بالفلفل والبتنجان عشان يتشرب منه. نصيحه نصيحه، لو عايزه البتنجان يطلع حلو ما تفتحوش بالمعلقه وتحشيه بالدقه، هو يطلع من الطاسه تنزلي بيه زي ما انا بعمل. ادي البطرمان التاني كنت مطلعاه من الصبح يسيح عشان كان في الفريزر. وهبدأ انزل بقى. زودي الكمية زي ما انت عايزة. انا بخزن فعلا السنة كاملة ب15 جنيه، وكان في وقتها رخيص. طبعا دلوقتي الفلفل معرفش عامل كام، واسعار خزعبلية، مش عارفة اتكلم ليه. المهم خلصت البتنجان والفلفل وما بفتحوش زي ما انت شايفة، يا دوب بدلق على الوش وبقلب وبسيب البتنجان والفلفل يشرب من التتبيلة. هتعملي صنف اضافي ب15 جنيه مع شوية بامية، شوية ملوخية، اللهم بارك. لو في طعميه بقى مفيش احسن من كده. صلي على الحبيب قلبك يطيب. قولي لي بتوفري وبتدبقي ازاي. ما تنسيش اللايك والشير.